السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. ان شاء الله تكونوا بخير على خير، ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد، روتين جديد، عرسه جديده في دارها. يعني هذا الفيديوهات خياتي سمحوا لي راني نروطر بهم بيسك تاع رمضان. على غالب خياتي كان عندي بروبليم في كونيكسيون، سي بوغ سا ما قدرتش نبارطاجي. هي قلت ولا غير نصور وقت ما كتب ربي راني نبارطاجيهم باسكو تاعهم الفائده فيهم لي وصفات ملاح، يعني نقدروا نديروهم في رمضان وفي غير رمضان وفي المناسبات، يعني ماشي غير رمضان اللي يستفاد. المهم انا نبارطاجي مع خياتي. كما قلت لكم هنا خياتي كان عندي شويه سلق، قطعته دي مقصو صغار وخليته يطيب هكذاك، ما درت فيه والو وخليته في المقله يذوب وحده. وهنا خياتي حندير كبده شرموله لزابه مشرمله. خياتي واش درت هنايا، درت الثوم قليتها بيا بيا. يعني هذه الوصفه خياتي تجي هايله كيما تاع لي روستو تاع برا، لي غيستو تاع برا، يعني تجيكم هايله كيما تاع لي شاف. هنا الثوم قليتها شويه بيا ما خليتهاش تحرق، درت لها كرفشت لها زوج حبات طماطيش هكذاك صغار، كرفشت فيها يعني حسب الكميه ديالك وخليتها تقلى بيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. باش نقول لكم خياتي ان شاء الله تكونوا جوزتوا رمضان مليح، العيد مليح ان شاء الله، ربي يتقبلوا منا ومنكم اجمعين يا رب العالمين. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. كثروا من الحلقه على خياتي كي تكونوا تخدموا ولا تكونوا قاعدين. خياتي الهدف من الفيديو تاعنا هو كما حنايا نطلعوا عليكم ان شاء الله بالبهجه والفرحه والنصائح المليحه والوصفات اللي تفيد الجميع. يعني ان شاء الله يكون فائده تاعهم بيناتنا خياتي. اللي اول مره تشوف فيديو ديالي خياتي ديري جيم وابوني وتضغط على زر الجرس وديري باش يوصلها كل جديد ديالي، وكما قلنا ديري تعليق حلو كيف خياتي، تقولي اني كما حنايا مشتركه جديده واللي عندها نصيحه تنصحني بها واللي عندها فائده تفيدنا بها خياتي. كما تشوفوا هنا الوصفه تاعنا خياتي، قلت زدت لها شويه ملح وراني نطل من داك على داك السلق ديالي. السلق خياتي باش ما يروحلوش الفوائد ديالو، طيبوه في الماء ديالو، يعني طيبوه هكذا حطوه ما ديروا فيه لا ماء لا والو، وحدو يشرب داك الماء ديالو ويطيب لكم يعني هايل. درت له دوكا حياتي كي شفتو خلاص طاب باش درت له الزيت، يعني حتى نشف الماء ديالو باش درت له الزيت باش خياتي حندير به ان شاء الله البوراك. يعني تقدروا ديروا البوراك، تقدروا تاكلوا كيما راه خياتي ديروا البيض وتاكلوه. هذه وصفه يعني اللي حبيتوا ديروها. انا درت خياتي حبه بيض، كانت كسرت درتها في الكاس، قلت نعقد بها باش ندير بها البوراك ان شاء الله. والشرموله تاعي راهي طيب، يعني شرموله طولها وقتها خياتي تجيكم واحد الكبده يا خياتي. ادعوا لي ادعوا لي وما تنساوش الكمون يا خياتي، تاخذوا الكمون في هذه الوصفه. لما درتيش الكمون والثوم نسيت قولي درت شرموله تاع الكبده، ديريها كيما تاع برا كما تاع لي زوستو. هنا خياتي راني درت لي زابا مع الكانزه هذيك. يا خياتي ننصحكم كي تشرو كل حاجه على حده شروها منقيه ولا شرو لي زابا وحدهم. باسكو علاه شريتها شراها زوج ديالي مخططه، واش نقول لكم اللي رميت اكثر من اللي كليتها. داروا لي حاشاكم فيهم سمسارين ديك مش عارفه انايا تاع الحلق هذاك اللي ندير في الحلق هذاك اللي فيه كما حنايا الاكل تاع الدجاج. يعني واش نقول لكم اللي رميت اكثر من اللي كليتها. وفي سيدنا رمضان خياتي واش نقول لكم ربي يهديهم ويعافينا ان شاء الله يا رب العالمين. هذه التجاره ولات واعره خياتي، كما يقولوا تجاركم فجار ما غلطوش. حاشا اللي ما يستاهلش مي في رمضان خياتي ما يخافوش ربي باعوها نبيها بدوزانها كما نقول حنا. واش كان في الكرش الدجاجه راهم داروه لداخل. والله يا خياتي غير واحد يشريها نقيه خير. وكما قلنا اخر مره واحد يشريها مخلطه، يعني يشري كل حاجه وحدها. لو كان شوف السومه ما تغلطش. ومامتو خياتي واحد من ذاك الرجال ما يعرفوش يشرو برك، بس حكيت يروح للدار يا خيتي وريت له واش رميت. قال لي يا حوجي انا، قال لي سبحان الله، قال لي اللي كليناها رميناها اكثر من اللي كليناها. من تما حبس كامل الشريه هكذاك، لازم نشريها وحدها. وهنا خياتي كما شفتوني ضفت لها شويه طماطم صبره بعد ما طابت هذيك الطماطم تاع الحب الله، يعني طلقت الماء تاعها بيا بيا. وراح كما قلنا نضيف شويه ما خياتي باش ديك الطماطم المصبره يعني تطلق روحها ما تبقاش يابسه، يعني ما تحرقليش فوالا. وما تنساوش خياتي كطيبوا هذوك لي زابا ديالكم بعد ما تنقوهم مليح وكذا وتقطعوهم، هذاك الماء هذاك يطيبوا فيها خياتي ما ترموش في الاخر. خياتي هنا مرقوا بها زعما تمر باش تجيكم هذيك الشرموله تاعكم تجيكم ثقيله وفيها الصوص بيا تاع الدجاج، يعني فوائد تاع الكانزا والكبده هذيك ما تروح لكمش في الباطل، تبقى لكم في الماء تاعها، تبقى لكم في الشرموله ديالكم، تخرج لكم شرموله ما شاء الله. يعني مسكت مقحن ليا كلها يقول لك يعطيك الصحه وبارك الله فيك، تجيك ثقيله ومشرب الله الله. نخلو خيتي حتى طيب مليح، طق 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 كيما نقولوا حتى تختخ
باه نضيفو الكانزا والكبده تاعنا اللي قطعناهم دي مصوص صغار. بعد ما طيبناها تجيكم بنينه يا خياتي، شهيتكم في الجنه. جربوها يا خياتي يعني في كل وقت، يعني هذه الوصفه مليحه في اي وقت. كما قلت لكم خياتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. واش نقول لكم خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. انا طليتكم بالخير ان شاء الله، ونتمنى لكم ان شاء الله كامل خياتي. كما نقولوا حنا يبقى عليكم الستر والصحه والعافيه. كما نقولوا حنا ادعوا دعوه شابه، نقولوا اللهم كما حنا نسالك العفو والعافيه في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله يا رب العالمين. كاش كما العفو والعافيه في الدنيا والاخره. هذا الدعاء ان شاء الله لينا وليكم اجمعين خياتي. واش نقول لكم خياتي، علينا بالذكر ان شاء الله يا رب العالمين. الذكر هو الصح، وهي حاجه اللي فايده في الدنيا هذه. ما ندوم معنا غير اعمالنا، يعني واش درنا واش خدمنا. يعني الواحد يروح منفوض اليدين، يعني يروح غير بهذيك القماشه. واش نقول لكم خياتي، دائما الدعوه الغالب مستجابه. ادعوا لي خياتي بالهنا والفرج والذريه الصالحه ان شاء الله يا رب العالمين، ليا وليكم اجمعين ان شاء الله يا رب العالمين. واش نقول لكم هنايا رحنا نديرو فيها شويه تاع اسمه بوراك. درت شويه فرماج خياتي عادي هذاك تاع لي بواط، انا ديما نديرو في بواطه صغيره باش ما تفسليش. ودرنا هذاك السقداني، يعني حاجه خفيفه ظريفه، يعني تقدري ديريها ضياف ديالك في المناسبات، تقدري اي حاجه وتسلكي راسك يعني في العيد ولا في رمضان ولا في عرضه ولا. وانت درتي البوراك ديالك هكا بسلق، تقدري تزيدي له الطون، تقدري تزيدي معاه البطاطا، تقدري ديري كيما راه يعني انت والكو ديالك. يعني الاكل اذواق، كل واحد كيفاش يحب ياكل. يعني كما نقول حنايا نسيو نوعو الوصفات، وكل واحد يدير اللي تساعدو. كما قلت لكم خياتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه يا رب العالمين. هنا هذا السلق جا بزاف حي خياتي، تقدروا كيما راه ديروا كطبق رئيسي، يعني تضيفوا عليه البيض بزاف، تكثروا عليه البيض ولا تخلوه كيما راه يعني عادي. تقدروا ديروه يعني كما قلنا حنايا هذاك هو العشاء ديالكم، ماشي ديروه زعما البوراك. وتقدروا تضيفوا معاه حتى بطاطا مغليه وتقطعوها وتخلطوها معاه. يعني السلق فيه فوائد جمه. كما قلنا حنايا فيه ريحة الريحة شابة، وفيه كما قلنا الحديد، يعني مليح للصحة. سورتو اللي عندهم لانيمي خياتي هايل بزاف، مليح للكبار والصغار. يعني ما عليكم غير تنوعوا في الاكل ديالكم، ما تبقاوش دائما شادين في حاجه واحده، باش الكور ديالنا يوالف كلش. سورتو دراري صغار بداوهم من صغرهم نوعوا لهم في الاكل باش يوالفوا ياكلوا كلش. وانا خياتي هذا الجو تاع الزوج ديالي، يعني الوصفه تاع الزوج ديالي واش يدير خياتي، يحكم التشينه، يعني ينقيها بيا، يقطعها دي مورسو كيما راهي، نحيلها غير الحب برك باش ما تجيش المراره، ويطيبها مع السكر هكذا. طيبوه مع السكر، خليه يغلى بيا، يعني يطيب باش ديك القشر يطيب يجينا ساهل كي يترحى. يعني ولد واحد الجو يا خياتي يشبه الجو تاع رامي، جو تاع تاع برا تاع هذاك ميرندا، تحس بيك شغل كيما الجو اللي يتباع. بيسك عليك شغل راهو طايب ما يسدلكش خياتي، قد ما يبقى لك في الفريجيدير برا يبقى جو ناتورال، ما يفسد ما يقراص ما يحماض ما يهبط ما يبقى كيف كيف. واش نقول لكم خياتي، وصفه جربوها، يعني وصفه تاع الزوج ديالي دعوا له، هو اللي دارها وما انا كملتها. دخل قال لي واش بديتي ترحي فيها قلت له الوصفه ديالك بصح راني سرقتها لك وراني نبارطاجيها ان شاء الله. قال لي نو ما نبارطاجي، المهم ان شاء الله كما قلنا يستفادوا منها برك. وانا كنت نقلي في البوراك ديالي خياتي، دائما البوراك خياتي قلوه في زيت قليله باش ما يجيكمش زيت يفجفج. انا ما نحبش خياتي حاجه اللي تفجفج في الزيت، نكره الزيت، كون نصيب حاجه طيب بديل الزيت ندير بديل الزيت، يعني لا غالب ما يطيبش في الماء. وهنا خليته يطيب مليح كما راكم تشوفوا خياتي. ديك التشينه خليها طيب مليح مليح مليح، وجربوها يا خياتي وادعوا لي. تقدروا حتى تخبوا بها زعما نيكستريت تاع رمضان ولا. من بعد هذه شويه خياتي واش دارت لي ريت لا كيلو ونص تاع الجو، يعني تدير لك كميه كبيره. وهذا الجو خياتي هذا النيكستري اللي خلينا كي رحيته كامل خبيتها يا خياتي، درت بها حتى التحليات. وان شاء الله باذن الله الفيديوهات القادمه ان شااء الله حندير لكم التحليات بهذا الجو. نديروا تحليات خياتي كشغل محلبيه، وندير فوقها كما نقول حنايا كيف تسموا هذاك اللي يجي مضمض خياتي. ان شاء الله باذن الله حندير لكم التحليات هذوك ونشاركها معكم خياتي، ونحط لكم ان شاء الله الاخر تاعها هنايا في صندوق الوصف باش ان شاء الله كي ندير هذيك التحليات راكم تشوفوهم. وهنا خياتي قبل ما يجي زوج ديالي كنت نرحي فيها، نحكم لي خياتي قال لي واش كنتي تنحي فيها باش تدخل؟ قال لي راك تنحي فيها. قلت له انا بالي راح الحال، قلت نسي نصورها ما ياذن وما نكونوش رحيناها. ديت هذاك كما قشتو تشينه بالماء تاعها هذاك طيبتو فيها،
هنا عفوا خياتي ما درتش السكر في الاول، ما كانش على بالي. مي دوزيام فوا بديت ندير السكر في الاول خير باش يذوب ابيض، ودرت انا السكر وتشينا مع داك الماء تاع يطفي. هذا ما كان يعني حاجه سهله وبسيطه. وموسم تاع السنه هذا العام تشينا الله يبارك تاع العصير راهي خيرة الله، خير ملي ترابيها ولا وحنا تعصريها هكذا تاكلي البراني ودخلاني بها بقشورها يعني كيما تاع البيع كيما ينشروها. قلت لهم على ديك دايما فيها هذيك المراره باسكو علاش يديروا القشور كليناها بقشورها يعني. ترحيو خياتي مليح مليح، تجي ميكس. ماذا بكم يكون عندكم بغا شباب يرحي لكم بيان خير. انا شويه جات شويه فيها الدقوقات هذوك ملي جات مليحه كون طيبوها مليح كون ترحي لكم مليح يجيكم الجي ديالكم ناتورال ويجي ثقيل. واش نقول لكم يا خياتي وصفه جربوها وادعيوا لي. وحتى كي تخبوا هكذا خياتي في الفريج تاني يبقى هو ما يزول ما يحول. شوفوا خياتي ما شاء الله يعني ثقيل. وخدمت به التحليات وراه جاي ان شاء الله باذن الله نوري لكم التحليات اللي خدمتهم بهم ان شاء الله باذن الله. بس راني قلت لكم انا صورت بزاف في رمضان مي الله غالب كما كانت عندي ظروف تاع كونيكسيون ما قدرتش نبارطاجيهم. قلت والله غير ما نخلي الحاجات تروح غير نصور وقت ما كتب ربي ان شاء الله نبارطاجيهم مع حبوباتي يعني لتعم الفائده. نديرها خياتي راني نشارك فيكم معكم خياتي. وكما قلت لكم خياتي دائما صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باش قلبكم يطيب. وكذلك خياتي كثروا من حوقله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. هذه حاجه مليحه خياتي. يروح لكم الغضب يروح ليان قلوبكم خياتي. وهذه هي الطاوله ديالنا المتواضعه شويه شريبه خياتي راني شاركتها معكم شويه لاضه خفيفه ظريفه. وهذه هي الشرموله تاع الكبده. واش نقول لكم يا خيتي زوج ديالي يقول لي غير ديري صوص ديري لاصوص. قلت له خليني نصور ما نعمرها لك صوص قايد براتك انا لاصوص كطري لي لاصوص يحبها بلاصوص هكذا شرموله. واش نقول لكم خياتي تفرحوا بها الازواج ديالكم صوتوا الرجال يحبوها يموتوا عليها الكبده شرموله خاص ياكلوها برا يحبوها كيما تاع برا. وهنا اليوم واحد اخر خياتي درت غير شوربه عادي كما تشوفوا شويه شلاضه ودرت فيها فريت اومليت. وكما نقولوا حنايا اللهم دمها النعمه ان شاء الله يا رب العالمين. حاجه خفيفه ظريفه وجوزنا رمضان تاعنا والحمد لله يا ربي العالمين يعني. ربي ان شاء الله يتقبلوا منا برك هذا ما كان. وانا كنت درت كذلك خياتي هذاك النهار درت السلق بس خليته اليومين اخرين. وهي سهره خفيفه ظريفه شويه قلبلوس شويه اتاي وشويه نعناع استغفر لي ربي نعناع بزنجبيل والكاوكاو. هذه حاجه خفيفه ظريفه. وكنت من ذاك ندير تحليات ما نديرش قلبلوس كي يضرني. وهذا يوم من الايام خياتي كنت درت فيها لي سوفلي بالعجينه اللي تعرفوها خياتي اللي فيها عجينه وحده تقدر دير بها 4 انواع لي كيش لي سوفلي بيتزا يعني ديري بها بزاف عفايس. راني درتها لكم خياتي في فيديو وحده راهو داري بزاف في التعليقات فيه 1000 وزياده يعني مشاهدات يعني ان شاء الله حنحط لكم هنايا في صندوق الوصف باش تشوفوا العجينه اللي خدمت بها يعني تجي خفيفه ظريفه. يعني واش ديري بها خياتي تخرج لك واو. ديري بها الخبز ديري بها السوفلي البيتزا ودير بها ميني بيتزا ولي كيش. هنا خياتي درت كلش خياتي. هذه الطاوله تاع يوم من ايام رمضان شويه شريبه خفيفه ظريفه وسلطه كيما كتب ربي شويه بيطراف شويه طماطم وكذا والزيتون الحار تاع زوج ديالي موت عليه وانا الحار ولي كيش خياتي كيش كبيره ماشي ميني كيش كبيره معمره يعني تاكل. احنا داك النهار كلينا غير لي كيش هذاك وشويه فطيره خياتي درتها في الدار. خياتي انا ندير فطير باكم تقولوا بلي شيتا ولا هذا العام متعت الزوج ديالي بالفطير يعني شبعته فطير يبغي الفطير درت له فطير ولا الكسره كما تسموها نتوما شويه تمر. وشهيتكم في الجنه خياتي وصحه فطوركم وصحه عشيركم ان شاء الله اللي راه يصوم فيا من الصابرين ان شاء الله ربي يقدروا. وهذه هي الطاوله تاعنا متواضعه في رمضان خياتي. هنا كانوا عندي واحد العباءات اختي كانت خيطتهم وكنت حابه ان شاء الله باذن الله زعما نعيط بهم نكتبش ربي ما خيطهمش مشيت حجاب يشبه لهم هكا مغلوق. من بعد نصور لكم خياتي مع كما قلنا الملابس العيد. هذه العباءات خيطهم اختي واللي حبت كوموندي ولا راني نشوف لكم معها ما شاء الله خرجوا هايلين خياتي. زيدي تلبسينهم زعما الدخلانيه ولا تخليهم كيما راهم. انا كنت حابه كيما هذيك حلا مي ما كتبش ربي باش ما نخدمها مي. واش نقول لكم خياتي لو وصلتوا حتى لهنا نقول لكم يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. تنساوش ديروا تعليق وجيم وابوني والضغط على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. نقلق لكم في اخر فيديو ديالي غير كما قلنا حنايا تهلاو في روحتكم وبقاو على خير في امان الله حبيباتي باي.